فاكرين لعبة بوحة؟ ضربوكوا؟ مين اللي عمل فيكوا كده يا؟ احنا في 2005 ولسه طالعين من السينما حالا. بوحة مكسر الدنيا، محمد سعد في اعلى نقطة ليه، الشارع كله بيقول صبح يا عم الحاج. الفيلم ما يتنسيش، ما ينفعش يغيب عن ذاكرتك لو شفته مرة. ولكن الفيلم ده قدم لك حاجة اكبر بكتير من خيالك، وبرغم ان الفيلم ده ما يتنسيش، الحاجة دي هي اللي اتنست. حاجة مهولة خلتنا على بعد خطوة واحدة من بداية صناعة كاملة في مصر. بنتكلم برضو عن نقلة تكنولوجية غير طبيعية. شباب مصريين بدأوا يصنعوا جيم، ولكن الحكاية خدت منحنى تاني. في 2005 ألعاب الكمبيوتر في مصر ما كانتش مجرد تسلية في البيت، دي نشاط اجتماعي كبير وليها مشروع فاتح بيوت. السايبر كان مكان تجمع شبابي لا يقل أهمية عن القهاوي والكافيهات، و90% من رواده موجودين لشيء واحد فقط: الألعاب. ده خلى ألعاب الكمبيوتر ثقافة شبابية، ظاهرة مصرية. فوقتها وانت في السايبر وبتلعب ألعاب الأجانب وفاتح كاونتر وبتكريت آيس، هتلاقي نفسك بتسرح تحلم هيحصل ايه لو بقينا جزء اكبر من الثقافة دي، هيحصل ايه لو بقينا صناع من صناع الثقافة دي، شكل اللعبة هيبقى عامل ازاي، مين اصلا ممكن يعملها، هل احنا اصلا عندنا نوع المهارة والابداع ده، هل ده حلم مستحيل؟ اللي ما تعرفوش او اللي نسيته ان الاسئلة دي كلها اتجاوبت بالتفصيل من 20 سنة بلعبة اتنست، عن فيلم ما يتنسيش، بقصة درامية جدا توصل لدرجة التراجيدي، ودلوقتي كلنا هنعرفها سوا بالتفصيل. بس الكلام مش هينفع هنا، لازم اخدكم ونطلع على اوائل الالفينات. في وقت ما احنا كنا مشغولين نستهلك الألعاب ونضحك على فكرة صنعها، كان في ثلاث شباب من أصل عشرات الملايين عينهم شايفة حاجة تانية خالص غير اللي احنا شايفينه في السايبر. فاحنا شفنا أوروبا والدول المتقدمة. في أوروبا والدول المتقدمة يا مغفل. اذكر ساكت. واحنا فين وهم فين؟ ولكن هم شافوا أكبر فرصة في العالم، سوق ما فيهوش أي حد ولا أي منافس حتى محتمل، المواهب موجودة ومش قليلة على عكس ما كلنا فاكرين. وفي الوقت ده بالتحديد كان في برامج حكومية وإقليمية لتشجيع أي مشاريع في مجال التكنولوجيا. ونظرا للتطور التكنولوجي وارتباط الشباب بالإنترنت ورغبة في تعظيم الاستفادة منه، حرفيا السوق بيتمنى شركات ناشئة جديدة. مفيش وقت أنسب من ده، بل ممكن أصلا نقول مفيش وقت تاني غير ده. لو ما اتعملتش دلوقتي مش هتتعمل خالص. في مصر كلها، في الجمهورية كلها، 3 شباب بس قرروا ياخدوا الموضوع بجدية. جدية دي كلمة قليلة، نقدر نقول ياخدوا الموضوع باستماتة وصلتهم لاستقالة جماعية من شركاتهم. 2 منهم كانوا شغالين في IBM مصر، وقتها أي حد في المجال ده كان يحلم بيها. ال3 دول يبقوا أحمد الديب، مصطفى عاشور، وأحمد صبري. نتيجة ان احنا الحمد لله انا شايف ان احنا مستوانا تكنيكلي كويس قوي، اتخطفنا في شركات شغالين في شركات كويسة. لك أن تتخيل صدمة المقربين ليهم بقرار زي ده، إن هم يسيبوا شغلهم الثابت اللي يتمناه أي شاب في مكانهم. I quit. What? ويقفوا بثقة شديدة ضد كل الأصوات المتعالية اللي بتقول لهم انتوا اتجننتوا أو بتدمروا نفسكم، عشان يأسسوا شركة بهدفين ملهمش تالت: بداية سوق الألعاب في مصر، ثم لاحقا السيطرة عليه، وده في عالم البيزنس يسمى ببايونيرنج، الريادة. فهل ال3 شباب المستبيعين عمليا هيبقوا رواد ولا ده خيال؟ اختيار ان الستارت اب بتاعهم يبقى اسمه خيال انتراكتيف ممكن يبقى اكتر اسم لائق على السياق بتاعه، حرفيا اسم وراه حكايه. وعشان كده هنشير ليهم بقيه الفيديو بشباب الخيال. شباب الخيال ما نطوش على صناعه لعبه كده على طول. الخطوه الاولانيه كانت كومبوننت او مكون من عالم الالعاب وما وراء الالعاب، حاجة محددة، حاجة تقنية، حاجة زي ما بيقولوا عليها نيش. من هنا طلع لنا The Physics Engine NV Physics، وهو محرك فيزيائي. بس استنى، الاسم يبان معقد وممل، ولكن قبل ما تتوب من دلوقتي اسمعني. اللي انا بتكلم عليه ده هو السبب الرئيسي ان الالعاب يبقى ليها رد فعل حقيقي، لما الجسم بيقع ويقوم، لما العربية بتتخبط، كل ده يظهر لك بشكل واقعي لانه ارقام في محاكي فيزيائي. فمثلا عندنا عربية عايزين نشوف هتتصرف ازاي بالظبط عند سرعة معينة، تسارع معين، حجم معين، في بيئة معينة. شباب الخيال شافت نيش او سوق صغير في الموضوع ده، طبعا 0 شركات مصريه في السوق وبتاع 3-4 شركات عالميه. فحلمهم من بدايته ما كانش محلي تماما، ويوم ما ابتدوه كان حلمهم المنافسه العالميه. المشروع ده ما اعتقدش خالص ان هم عملوه في دماغهم ارباح. في المرحله دي كل حاجه انت بتعملها مهما كانت كبيره بتكون عشان تكسب ارضيه وتبني ثقه. ولو على الثقه، NV Physics اداهم ثقه غير عاديه في موهبتهم، وابتدوا كمان يوسعوا التيم بتاعهم. والمشروع ادانا احنا فكره عن نظرتهم للامور ونمط اختياراتهم. فكل حاجة بيعملوها بتكون بناء عن 3 حاجات: مواكبة، ريادة، اقتحام. مواكبة الترند العالمي، ريادة في السوق المحلي، واقتحام صناعة دولية.
افتكروا ال3 حاجات دول. وعشان كلمتكم في الفيزياء والتكنولوجيا كتير، حقكم عليا ان اكافئكم عشان ما قفلتوش الفيديو واخدكم ونروح مع بعض السينما. ماشي يا عم الحاج، هات لنا عنده عنب بناتي. بوحة كان ظاهرة زي كل افلام محمد سعد، موضوع اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو 25 سنة من السعد. فاغلب الشعب شاف بوحة، بيتكلم عن بوحة، بيتكلم زي بوحة. صبح صبح يا عم الحاج. وده كله حصل في نفس السنة اللي شباب الخيال قرروا ان الفيزيكس انجن ده تسخين، وان اللعب ممكن يبقى على كبير، بدل ما نعمل كومبوننت العاب احنا نعمل الالعاب نفسها. سوق الالعاب العالمي وقتها كان له قطبين، اليابان وامريكا، وقفل على كده. EA Sports. It's in the game. ممكن بلد تانية تعمل لعبة هنا وهناك، بس سوق من بابه هما القطبين. دي ممكن تبقى معلومة محبطة جدا في ظاهرها، ولكن اتعلمنا ان شباب الخيال بيشوفوا الموضوع بشكل تاني خالص. فكل مرة انت تحبط من هول الامر، اعرف ان الشباب خيالهم اشتغل على طول. ففكرة ان مفيش لعيبة كتير ده معناه ان في مكان للعيبة تانية، ولو في مكان للعيبة تانية ليه ما يبقاش احنا؟ امريكا لوحدها كانت بتعمل حوالي 30 مليار دولار من سوق الالعاب، ده قريب جدا للرقم اللي كانت بتعمله هوليوود. حجم ايرادات ضخم استخدموا الشباب ان هم يلفتوا النظر ان الالعاب مش مجرد تسليه، دي صناعه. ده بنقول لك جيمز ايه؟ ده كلام فارغ، ده لا عيال يعني. فبنقول لهم لا يعني دي صناعه يعني. طبعا. ورقم 30 مليار دولار لو ربعه بس اتحقق في مصر ده هيبقى نجاح استراتيجي. لا ليه ما ده ما جبناش دخل من بره وما جبناش فلوس من بره؟ ممكن. ونجحنا في الفيزيكس انجن، عرفنا ان الكار ده كارنا، وعرفنا ان احنا وفريقنا لعيبه بجد، بس عايزين الملعب. صناعة الجيمز بالنسبة لنا احنا صناعة حاجة كده زي حلم في الهوا يعني، بس احنا حاولنا ان احنا نحقق الحلم ده. اللعبة زي الفيلم بالظبط، لازم يبقى ليها أحداث وقصة على أعلى مستوى، فاختيار هوية اللعبة أو قصتها يبقى أول وأهم عامل في صناعة أي لعبة. إيه اللي ممكن يخلي المصريين يسمعوا عن لعبتنا، مش بس يسمعوا، يتشوقوا إن هم يلعبوها؟ إيه اللي ممكن يخلي ناس مش مصدقين ولا متحمسين إنهم يتحمسوا ولو شوية؟ والإجابة كانت بوحة. ليه بوحة؟ ده كان سؤال أزلي دايما بيتسأله شباب الخيال. أول حاجة أو أول سؤال هيجي في دماغنا على طول، اشمعنى اخترتوا شخصية بوحة بالذات؟ هل بوحة هو الشخصية اللي من وحي اتصلت به؟ ما تصنعش قصتك الأصلية ليه؟ شخصيتك الأصلية ليه؟ طب ليه مش شخصية تاريخية أو حربية أو ليه بوحة؟ نزول بوحة في 2005 نفس السنة اللي هيبتدي فيها المشروع كانت صدفة too good to be true. فالشباب قرروا إن أكتر طريق آمن إنهم يوصلوا للناس اللي مش مستوعبين فكرة لعبة مصرية إنهم يستخدموا فكرة قائمة بالفعل، والشعب مش بس مستوعبها بل متشبعها. فلازم أعمل حاجة الناس تقدر توصل لها بسرعة وتفهمها بسرعة وتحسها، يعني حاجة توصل للناس لقلب الناس بسرعة. وهنا تيجي النقطة الأولى اللي قلنا عليها، المواكبة. والمواكبة هنا هتبقى 2 في 1، مواكبة السوق العالمي في ترند ألعاب الأفلام اللي كانت أكتر مبيعاً، ومواكبة نبض الشارع المصري اللي اتهوس بشخصية متفصلة عشان تبقى لعبة. ومفيش أي حاجة ممكن تواكب الاتنين أكتر من بوحة. صدق سلخت قبل ما أذبح. الفترة دي من الزمن في مصر والعالم كله كانت فيها سمة اختفت في العصر اللي احنا عايشينه، وهي الثقافة المشتركة، إن لما فيلم ينزل الناس كلها تشوفه في نفس التوقيت، لما مسلسل ينزل الناس كلها تشوفه في نفس المواعيد، على عكس دلوقتي الفيلم ممكن ينزل وتشوفه على مهلك لما ينزل في نتفليكس أو شاهد، والمسلسلات تقدر تشوفها على مدار شهر براحتك. ده ما كانش الحال وقتها، كنا بنسابق الوقت عشان نخش الفيلم في وقت واحد لأنه مش هينزل على الفيديو قبل سنة. معاك 70 جنيه الباقي وما ينفعش خالص نفوت حلقة من مسلسل عشان لو فاتتنا مش هنفهم أي حاجة وهندوخ على وقت الإعادة. ده خلانا نهتم بنفس الحاجات في نفس الوقت، وكل ما حاجة نجحت كل ما أثرت في المجتمع ككل كبلوك واحد. وزي ما قلت في الأول، الشباب اختاروا أنسب وقت في الدنيا لبدء مشروعهم، عشان وقتها كان الموضوع أسهل بكتير إنك تلاقي حاجة مؤثرة في المجتمع كبلوك واحد بكل شرايحه بسبب وجود الثقافة المتشاركة. وصدفة كمان من صدف بوحة إن ما بين كل شخصيات محمد سعد، بوحة كان أكتر كاركتر غني بتفاصيل بصرية. لبسه ومهنته كجزار هيخلوا شكله بالأسلحة اللي شايلها شبه أبطال الألعاب الأجنبية، وفي نفس الوقت بشكل محلي ومصري 100%. بوحة تحسه كان بيناديهم، وشباب الخيال راحوا له. القرار اللي هنعرف مع بعض توابعه، ولكن دلوقتي واكبنا، وبمواجبتنا لقينا الفكرة، ودلوقتي نقدر نخش الملعب، وفي الملعب مفيش غيرنا. فبعد المواجبة حققنا النقطة التانية، الريادة. هنا نقدر ناخد ريادتنا في الموضوع وإن مفيش غيرنا عشان نطلب دعم.
دعم من صناع العمل، دعم من الميديا، دعم من الدولة. فكرة ان احنا اول ناس هنخش صناعة عالمية دي ورقة قوية جدا في الوقت ده من الزمن. زي ما قلت الدولة كانت عينها على النوع ده من المشاريع، والميديا هتنبهر، واصحاب الفيلم هيحبوا يبقوا جزء من حاجة جديدة بالشكل ده. وكل ده مش عايزين ننسى انه بيبني عشان يوصل للنقطة الثالثة في يوم من الايام، الاقتحام. لو كل شيء مشي على الخطة مظبوط، شركة خيال هتبقى رسميا اقتحمت سوق عالمي محتكر وما كانش لينا اي طموح فيه، حاجة هتغير حياتهم وشكل الترفيه في مصر. والخطة في أولها نجحت نجاح الساحق، كل شيء مشي زي ما تخطط له بالشعرة. الناس سمعت عن اللعبة وتحمست جدا، اللعبة عملت باز أو هزة في الأخبار، الميديا اتكلمت عنهم لدرجة إن هم خدوا فقرة في البيت بيتك. بالمناسبة البيت بيتك كان أكبر وأهم توك شو في مصر في أوائل الألفينات. الفقرة دي طلع فيها مصطفى عاشور. يسعدني يكون موجود معنا النهارده المهندس مصطفى عاشور، أحد مصممي رجين أهدر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. النظرة دي شيء ريفراشنج كده، منعش انك تشوف الحماس والطموح ده في وش شاب مصري، والخطة عمالة تنجح. في نفس اللقاء واحد من منتجي العمل الأستاذ محمد حسن رمزي يتكلم وهو في قمة الفخر والسعادة عن الشباب والمشروع، وإعلان شفهي رسمي إن الموضوع كله أسبوع والعقود تتمضي. المفروض هم هيجوا يمضوا عقد معانا في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله عشان تبقى موفقة. خيال الشباب بقى حقيقة خلاص، مسألة أيام وكل اللي خططنا له يتحقق. ما خطتنا ما تخرش المية. ولكن لو كانت دي الحكاية كلها ما كنتش هتلاقي ان للفيديو بقية. الشركات المنتجة للفيلم يبقوا الثلاثي العملاق النصر وماسة وأوسكار. النصر للأستاذ محمد حسن رمزي اللي سمعناه في البيت بيتك، والماسة للأستاذ هشام عبد الخالق، وأوسكار للأستاذ وائل عبد الله. لازم تعرفوا ان الثلاثي ده يبقى من أهم أقطاب الإنتاج والتوزيع السينمائي في تاريخ مصر. وجود 3 جهات عملاقة تحت مظلة واحدة هيخلي الموضوع أعقد على الشباب، عشان هيحتاجوا يتواصلوا مع كذا جهة عشان يوصلوا لإجابة سؤال واحد. فأول سؤال، مين هيمضي معانا؟ المهمة اللي هتبقى مع شركة الماسة. يروحوا الشباب ويقعدوا ويتفاوضوا على الشروط. الشروط كانت صعبة وقاسية بعض الشيء، فنسبة صناع العمل من الأرباح 30% بدون أي مشاركة مادية في المشروع. والأكثر صعوبة على الشباب هو احتكار التوزيع من شركات الإنتاج. يعني الشباب مش هيختاروا اللعبة تنزل فين ولا إزاي، هيسلموا اللعبة ويتفرجوا عليها وفوقها 30% من الأرباح. الشروط دي تبان مجحفة، ولكن لازم نكون واقفين في النص من الطرفين. عندنا في جانب شباب الخيال اللي بيحلم حلم عملاق ممكن يغير حياتهم، وعندنا في الجانب الآخر رجال صناعة مخضرمين ليهم حسابات ونظرة مختلفة تماما للأمور. فأولا هم معاهم IP أو ملكية فكرية لا تعوض، وليها شعبية هتخلي اللعبة تروح في حتة تانية خالص. فيلم ما شاء الله حقق ملايين كتيرة ونجح نجاح كتير ولا زال يعرض ودي حقق، وشخصية زي ما انت قلت مفروضة جدا. من غير بوحة الشباب هيتعبوا أكتر بكتير عشان يوصلوا للناس، ودي حاجة لازم ما نستقلش بيها. ده الكونسبت اللي قامت عليه اللعبة كلها. ثانيا دايما أوائل الفرص في الصناعة دي بتبقى في صالح الاسم الأكبر. هنأمن نفسنا وهناخد أكبر قدر من الكنترول في أول مرة، ولو نجحنا نتفاوض في اللي جاي. ده يعتبر سلو الصناعة. المهم نصرف بيها انها تنجح العمل الاول، بعد ذلك نقدر نعمل اعمال كتيره. مثال، بما اننا بنتكلم على حاجه لمحمد سعد، محمد سعد لما جه يعمل الليمبي فيلم لوحده مفيش شركه انتاج كانت راضيه تغامر بيه لغايه ما السبكي عمل الفيلم، ولكن اجر محمد سعد كان 300,000 جنيه. فاكر اجر؟ طبعا فاكر، كان 300,000. ولما محمد سعد نجح في الليمبي ال 300,000 جنيه اتحولت لملايين، وعرف يفرض شروطه. فدايما تتوقع في العالم ده ان اول مغامره ليك هتتنازل، والشباب كانت واعيه وفاهمه كل اللي بيحصل. وبرغم التعب والتكاليف والمجهود، الشباب بعد مفاوضات اكيد ما كانتش سلسه قدموا كل التنازلات، واللي اتطلب منهم عملوه. لحد هنا مفهوم، مش افضل حاجه، مش حاجه جميله، بل ممكن محزنه، بس مفهوم. المهم الحلم يتحقق واللعبه تنزل، واكيد اللي جاي كتير. وهنا التويستاية، حكاية اللعبة اللي بتتعمل عن فيلم كوميدي هي ذات نفسها هتقلب تراجيدي. بعد الاتفاقات كلها المنتجين قالوا لهم ادونا وقت نشوف حقوق الشخصية مع مين. خد بالك عندنا 5 أطراف حقوق شخصية بوحة متنطورة ما بينهم، ال3 منتجين، الكاتب نادر صلاح الدين ومحمد سعد. ودي حاجة أول مرة تحصل، أرض جديدة تماما ملهاش سابقة، مفيش حد كلمهم عن حقوق الديجيتال أو حقوق الألعاب بالتحديد، ويمضوا عقد للحصول على الحق، وفي نفس الوقت اصول الشركه المنتجه على حقها، واذا كان اي حد تاني هياخد حقه. فمنطقي يروحوا يشوفوا الموضوع ده ويرجعوا تاني، بس ما رجعوش تاني. الاتصالات اتقطعت، الاخبار اتقطعت، ماذا يحدث؟ الكلام على ايه؟ مفيش اي رد. وكل ده الشباب بيشتغل على قدم وساق عشان اللعبه تخلص، والوقت عمال يعدي وبرضه في صمت تام. الشباب حلمهم متعلق ولكنه مازال قائم، فيشتغلوا ويوصلوا ل 90% من اللعبه، فاضل حاجات بسيطه، عايزين الرد.
والرد جه ويا ريته ما جه. بعد سنتين شغل، بعد مجهود لا يمكن وصفه، بعد مصاريف وتعب وطموح، يجي للمطورين خبر اعتقد اللحظه دي مش هينسوها ابدا. الخبر بيقول اسفين، غيرنا راينا، مش هنعمل اللعبه. طب ليه؟ بدون إبداء أسباب. لازم ناخد ثانية ونتخيل كل إحساس ممكن يكونوا حسوا بيه. تعب الليالي، مجهود السنين، الأحلام، التكاليف، في ثانية راحت في كلمتين. الملاحة والملاحة. دلوقتي المفاوضات اتحولت من نسب وشروط لأن اللعبة تنزل من أصله، في تويستاية لا على البال ولا على الخاطر. طب ممكن تكون إيه الأسباب؟ الشركات الثلاثة والفنان محمد سعد والأستاذ نادر صلاح الدين لم يدلوا بأي تصريحات رسمية عن اللعبة حتى يومنا هذا، والحديث عن الأسباب تبقى مجرد احتمالات مصدرها تصريحات الشباب وظروف السوق السينمائي في 2007. وظروف سوق 2007 كانت أسوأ ظروف ممكن حد يتخيلها، ولأن الشباب اختاروا من بين كل الأفكار إن لعبتهم تبقى جزء من سوق السينما، اللي حصل في صيف 2007 هيبقى ليه علاقة وطيدة بلعبتهم، حاجة هم نفسهم ما كانوش يتخيلوها. هحكي لك، الفيلم لما بيخلص وبيجهز محتاج يروح السينمات، اللي بياخدوا منك ويوزعوا على السينمات دول بيبقوا شركات التوزيع. الشركات دي كانوا في الواقع قطبين فقط لا غير، الثلاثي والشركة العربية لصاحبتها الأستاذة إسعاد يونس. الثلاثي والعربية كانوا في تحالف، السوق ماشي زي الفل والكل متفق على كل حاجة، عدد الأفلام لكل شركة، دور العرض بتتقسم ازاي، مين هياخد النجم الفلاني، حاجات التوزيع دي، حتى يحدث خلاف حاد جدا لن تنساه سينما مصر لحد النهاردة. الخلاف أدى إلى انفصال الثلاثي عن العربية وتحول الاتنين من حلفاء لأخصام شرسة، زي ما بنقول بالبلدي صراع حيتان، بدرجة الصحافة أيامها اتكلمت عليها مرارا وتكرارا. محمد سعد كان ماضي مع الثلاثي في بوحة ومن بعده كتكوت، والفيلمين كسروا الدنيا، وده خلى الطلب على محمد سعد يزيد ويجي له عرض من السبكي عشان يعملوا فيلم كركر. ربنا يكرمه يا رب يا رب. وده هيخلي محمد سعد يسيب الثلاثي وينتقل للعمل مع السبكي، ودي أول ضربة. ومش بس كده، هيختار شركة التوزيع المنافسة للثلاثي الشركة العربية وإسعاد يونس، ودي تاني ضربة وموجعة أكتر من الأولانية، فإنه يسيبهم إنتاجا وتوزيعا، وفي الموسم ده بالذات وهم في قمة صراعهم مع العربية، خلى الموضوع ما بينهم متوتر جدا جدا. والتوتر ده أدى لاحتمالية مش قليلة إن سبب رفض لعبة بوحة فجأة وبدون مقدمات إن المشاكل ما بين محمد سعد والثلاثي أدت إلى صرف النظر عن اللعبة، لأن كان هيبقى بطلها محمد سعد، وتعامل الثلاثي مع أي عمل لمحمد سعد في الظروف دي كان مستبعد جدا. وجود الشباب واللعبة في التوقيت ده والموسم ده دونا عن كل المواسم اللي شهد أول معركة في حرب توزيع دامت سنين، ممكن يبقى أسوأ حظ قابلهم في مسيرة حلمهم. ولازم نفتكر إن الخلافات في الصناعة دي دائما بتسيطر على أي نتيجة، والموضوع بيبقى شخصي جدا، لدرجة إن محمد سعد في حديث مع المصري اليوم توسل قطبين التوزيع بوقف المعركة ما بينهم اللي مأثرة على السوق السينمائي. كل وقتها كان بيطوح في بعض، واللعبة وشبابها في النص، صراع حيتان توزيع، حيتان إنتاج، حيتان تمثيل، بخسائر ومكاسب ملايين الملايين، واحتمال مش صغير يكون راح ضحية الأحداث دي شباب حالم جدا ملهمش أي ذنب غير إنهم اتحطوا في الوقت الغلط في المكان الغلط. وده يخلي الاحتمال الأول صدفة بشعة. الاحتمال الثاني هي حقوق الملكية. وارد جدا يكون حصل لخبطة كبيرة في الخلفية على حقوق شخصية بوحة، وزي ما قلنا في 5 جهات محتملة الحقوق هتكون ما بينهم، ومفيش أي قانون أو سابقة تحدد حاجة زي كده لسه، فوارد جدا يكون ما حصلش اتفاق على النقطة دي، واللي هيخليها برضه صراع كبير على شباب صغير، وقت غلط مكان غلط. ولكن ايا كانت الاسباب، دلوقتي الشباب بقوا في مهمة تانية، مهمة ما عملوش حسابها وما تخيلوش ان هم هيحتاجوا يعملوها، إقناع المنتجين بالعودة، يحاولوا يتوصلوا الحل. الشركات عند موقفها يحاولوا يتواصلوا مع أطراف أخرى محدش في إيده حاجة، زي الكاتب نادر صلاح الدين اللي برغم حماسه ومساندته للشباب الحقوق طلعت مش معاه، وقعد الموضوع يلف في دايرة مفرغة ملهاش آخر، مفيش تغيير، ويبقى قدامهم حلين: يا يكملوا لف في الدايرة دي وينزفوا وقت واللعبة يا تنزل يا ما تنزلش، يا إما يشغلوا دماغهم ويشوفوا هيعملوا إيه باللي صنعوه بدون ما يحتاجوا أي جهة أخرى. وطبعا الشباب اللي حلمهم وصلهم لكل ده مش هياخدوا الحل الأول. لحسن الحظ اللعبة واخدة خط مبدئي بس من الفيلم، وهي حكاية ولاد أبو إسماعيل، فجزء ضربونا يا بوحة ضربوكوا اللي واخدينها نصا من الفيلم، ضربوكوا. بقية اللعبة سيناريو أصلي، وكل احتياجهم للآي بي بتاع بوحة تجاري وتسويقي صرف، ملوش علاقة بسيناريو اللعبة، الحاجة اللي أنقذت مشروعهم من الذهاب إلى العدم. فدلوقتي بقى عندهم مهمة يشيلوا كل حاجة ليها علاقة مباشرة بالفيلم، الموسيقى، الأغاني، أي ديالوج متاخد مباشرة من الفيلم، كل ده يتشال.
أي أسماء من الفيلم، كل ده يتغير. وأهم من كل ده اسم اللعبة يتغير وتبقى لعبة بوحة رسميا أبو حديد. ولكن شباب الخيال من حسن حظه إنه عمل حملة إعلانية كويسة جدا في الصحافة والتلفزيون تحت اسم بوحة، فاللعبة اتعرفت واتشهرت وعملت قاعدة جماهيرية كويسة جدا تحت اسم بوحة. وفي حركة صايعة من الشباب تم إعلان تغيير الاسم قبل يومين فقط من إصدار اللعبة، فاللعبة بقدر كبير فضلت بوحة. ولأن شكل الشخصية والغلاف ما اتغيرش هتبص بصة وهتعرف إنه بوحة. فالضربة ما كانتش ضربة قاضية ولكنها محبطة وموجعة وتلخبط الكل. ودلوقتي بعد كل المعاناة دي شركة خيال تقدم لكم أبو حديد. صبح يا عم الحاج. اللعبة نزلت السوق وسعر النسخة كان 50 جنيه. قلت في فيديو 25 سنة من السعد إني اشتريتها في معرض الكتاب، والموضوع ده هنجيله كمان شوية. خلينا دلوقتي في الفرحة، أخيرا اللعبة في السوق ونقدر نلعبها، وهنشوف بعد كل الرحلة دي ثمرتها عاملة ازاي. حمدي التليفون واقف قدام الورشة بتاعته ولو في وشي هيعمل لي زفة على ال5 جنيه بتاعته. يعني لعبة بوحة أبو حديد تبقى أكتر منتج مصري طلع من البلد بدون أدنى مبالغة. اللعبة مصرية 1000%، مش 100%، مش متأثرة بأي ثقافة أو واقع أو مجتمع تاني إطلاقا. منتج من كتر ما هو مصري أذهلني. من أول ثانية هتفتح فيها اللعبة المنيو بالعامية المصرية، تخش اللعبة من جوه الكلام حصرا بالعامية المصرية. اوعى يا دي القوالب قامت والانتاج قامت يا عم الحاج. وتبتدي الأحداث. خط الأحداث هيبتدي زي ما قلنا بحتة ولاد أبو إسماعيل بس متغيرة لولاد أبو دومة. ولاد أبو دومة، ولاد أبو دومة، تاني ولاد أبو دومة. ومن هنا هتستقل اللعبة، هتستقل عن الفكرة الأم وهي فيلم بوحة، وهتبقى فيلم تاني خالص من صناعة الشباب أبو حديد. فأبو حديد مهمته طول اللعبة إنه يوصل لمكان ولاد أبو دومة، بس عشان تلاقيهم الموضوع مش سهل تماما، لازم تعدي ب10 مراحل، كل مرحلة بميشن وكل مرحلة أصعب من اللي قبلها. ديسكلوجر، اللعبة المتاحة على النت دلوقتي مش النسخة المظبوطة، فهنحتاج نوريكم بعض التفاصيل من النسخة الأصلية، وده هيخلينا نستلف بعض الأجزاء والتفاصيل البسيطة من الجيم بلاي من فيديو بيستي ستريمز. بيستي لعب اللعبة كاملة 2.5 ساعة مرحلة بنفسه بنسخة المطورين نفسهم. هسيب اللينك في الوصف عشان تستمتع بالبث بتاعه كامل. نرجع للعبة. كل مرحلة بتبقى ليها ثيم أو سمة معينة، وكل سمة فيهم بتبقى سمة مختلفة من المجتمع المصري. المرحلة الأولى بتبقى مسقط رأس أبو حديد، القرية بتاعته، شكل القرية متاخد بالحرف من مباني الأقاليم في مصر بالطوب الأحمر وأشكالهم المختلفة. الترعة، الأسوار الطوب اللي دايما متكسر منها حتت أو مش كاملة، ودي مجرد البداية. هنشوف الميشن بتطلب مننا إيه. هتبقى بتطلب منك تجمع الأسلحة اللي هتستخدمها. الأسلحة هتبقى النبلة، السنجة، الشومة، البندقة. نتمشى بقى شوية في القرية، هيطلع عليك كلاب ضالة من كل حتة وهتقعد تحاربهم بالشومة. قصة حياة أي حد في مصر فكر يطلع من بيته الفجر بس ما بيبقاش معانا الشومة. مين ده؟ ده فوفو. بعد ما بتخلص من الكلاب بتجري في القرية تدور على الأسلحة. هيقابلك صوان منصوب وقهوة بلدي. القهوة البلدي مشغلة ماتش الأهلي والزمالك، وكل ما تقرب من القهوة يطلع لك مدحت شلبي ويقول لك القهوة عليها شوية من الفلاحين الأعداء، لازم تخلص عليهم. على القهوة هتلاقي الشيش والترابيزات موجودة، وفي وشها القعدة اللي جوه وعربية فول. وصحيح عشان تشحن طاقة بعد لما تتضرب قبل ما تموت وتخسر، بتدور على قدرة فول تشحن بيها. يا بوي أباي. النخل اللي في الريف المصري وشكل الزرع في الأرض يخليك تسقف من الاهتمام بالتفاصيل والإخلاص لفكرة إن اللعبة مصرية. فهو ما حطلكش أي أخضر في أخضر، حطلك اللي أنت هتشوفه بعينيك في مصر. اللعبة أمتع حاجة فيها إنك تقف تقرا كل يافطة متعلقة، واليافط دي كلها مصرية مفيش بعد كده. هتلاقي دعاية لمجلس الشعب، رمز الديك ورمز السطور، حتى معلق نفس الزينة اللي بنعلقها. اللعبة كان فيها إعلانات حقيقية جوه من رعاة اللعبة. هتلاقي إعلانات لألبوم عمرو دياب، شركة تي داتا، شركة انتل، موبايلات نوكيا. طول ما انت ماشي هتلاقي دكاكين، عربيات خضار، وكل شوية يطلع لك المزيد من الفلاحين الأعداء. وفي كل مرحلة بيبقى فيه تويستاية فوق الميشن الأساسية. في المرحلة الأولى مثلا هيطلع لك حمدي سليسيون بتاع الورشة اللي مداينك ب5 جنيه وهيجري وراك هو وعيلين بنبلة. ولا يا أبو حديد، فين ال5 جنيه اللي عليك يا؟ وهنتعرف لأول مرة في المهمة دي على حكيم الزمان، الراجل البركة اللي هيطلع لك يرشدك في كل مهمة لحد آخر اللعبة. استنى يا أبو حديد، استنى يا ابني. وبمجرد المرحلة الأولى أدينا شفنا قد إيه اللعبة مصرية، والمفاجأة إنك لسه ما شفتش حاجة، دول كانوا بس بيسخنوا.
يا عم انا دماغي جزمه قديمه، وما دام حطيت ولاد ابو دومه دول في الجزمه يبقى اقول عليهم يا رحمن يا رحيم. المراحل الجاية بتبقى مصرية بشكل أعنف وتصاعدي. المرحلة اللي بعدها على طول هتبقى مرحلة العزبة. زي ما قلنا كل مرحلة ليها سمة أو أرض مصرية مختلفة. فأول مرحلة كانت قرية بوحة، تاني مرحلة عزبة العمدة. عشان توصل لعزبة العمدة لازم تعدي الترعة، بس خاف من البلهارسيا. والست العقل الراسي. ايوه والست العقل الراسية مايلها بالهرسيا. فعشان تحل الموضوع ده هتروح تاخد حبوب البلهارسيا من التمرجي في الوحدة الصحية. وعايزك تسمع الموسيقى اللي في الخلفية كده. في وسط الميشنز بيطلع لك سايد ميشنز، زي مثلا التمرجي اللي عايزك ترجع له جهاز اتسرق منه عشان يديك حبوب البلهارسيا. ولما بتلاقي الجهاز بيطلع لك شاشة تقول لك عفارم. معاك الحبوب تقدر تعدي الترعة. هتلاقي بقى أراضي زراعية والمزيد من الفلاحين الأعداء. ومن هنا بقى تفاصيل الريف المصري هتجيب آخرها، أدق تفاصيل الأرياف. هتركب الربع نقل وتحمل المواشي وتسوق للبر التاني عشان تخش للمرحلة اللي بعدها، المذبح. انت لو طلعت على المزرعة بتاعت العجول اللي هنا هتلاقي عربية المواشي جاية تحمل عشان تودي على المذبح. ما بين كل مرحلة ومرحلة بيطلع جيم كليب أو كات سين. دي أكتر حاجة مثيرة للإعجاب في اللعبة كلها، غير إنها معمولة بمقاييس 2007 بمستوى أعلى بكتير جدا جدا من المتوقع. كل كات سين بيعيشك تفاصيل كل مرحلة. اللعبة معمولة عشان تبقى في منزلة الألعاب الهاي إند، مش معمولة عشان تبقى أشكال متحركة بتتكلم مصري. دلوقتي وصلنا المذبح، وحكيم الزمان قال لنا نعمل ايه؟ هنطوح الضرب في جزارين المذبح. في المرحله دي هنلاقي ترام بتجري وراك، هنشوف شخصيات جديده زي الجزارين اللي لبسهم متغرق احمر. وطبعا كالعاده تفاصيل المذبح لا يعلى عليها. في كل مرحله تفاصيل الارض بتبقى مظبوطه بالشعره. مش متخيل كم المجهود المبذول بالامكانيات اللي كانت في ايدهم وقتها. ولازم ما ننساش نقرا اليوفط واحنا ماشيين. هنخلص من جزارين المذبح عشان نخش على مرحلة عفاريت الأسفلت، المرحلة اللي خلتنا يبقى عندنا اوبشنز الفيكلز أو المركبات. فأول حاجة هنركبها الحمار. ومش بس كده، المرحلة دي هتشاهد دمج ما بين الأرياف والطراز المصري القديم، بإنك وانت ماشي تلاقي آثار ومسلات ابتدت تظهر. الطابع المصري عمال يزيد ولسه. المهم هيطلب منك انك تثبت ميكروباص من الراجل المجنون، ودي تاني حاجة نقدر نركبها الميكروباص. ولما نثبته هنخش رالي الميكروباصات. حبيبي وانا لعبه. بعد ما تكسب رالي الميكروباصات هتطلع على المرحلة الجاية، مرحلة ذئاب الجبل. اصل انت داخل دلوقتي على مغارة المطاريد، ودول عندهم ابراج حراسة ولا الجن الازرق يعرف يعدي منها ابدا. الثيم بتاعها يبقى المطاريد. ولو انت مش من مصر او ما شفتش فيلم الجزيرة، المطاريد هم ناس عليهم احكام وهربانين منها في الجبل، حاجة من تراث مصر اللي دايما هتظهر في الافلام ومسلسلات الصعيدي. اللعبة دي ما سابتش ثيم مصري الا وعملته، مصرية 1000%. تصميم علم المطاريد والدخول بالليل وشكل الجبال والأكواخ مصممة بعناية، خلتني أتوتر جدا وأنا بشوفها. والجديد فيها إنك هتمسك ديناميت وتنشن على أبراج الحراسة، وبعد ما تخلص على الأبراج نخش على المرحلة اللي بعدها. المرحلة بقى بصراحة الأقرب لقلبي، 7000 سنة حضارة. هنا بقى اللعبة هتقرر تبقى مصرية بأكتر طريقة ممكنة، مصرية ل7000 جد. هنرجع لعصر المصريين القدماء. لسبب ما شخصيتنا هتبقى الأمير بو حديد ابن الملك حديد رع، وهنحاول ننقذ الملك حديد رع قبل ما الهكسوس يموتوه. مين؟ الأمير بو حديد ابن الملك العظيم حديد رع. تفاصيل مرحلة القدماء المصريين ما سابتش أي حاجة من الطراز المعماري ولا الملابس، حتى المومياوات. ده الأسلحة المستخدمة كانت مصرية قديمة لحد ما توصل للأهرامات ذات نفسها، مرحلة من عبق التاريخ. وأكتر مرحلة حسستني بالانبهار من تفاصيل الميشنز والسيناريو المكتوب، وطبعا الجرافيكس وتصميم الحقبة دي من الزمن. الكات سين بتاعها ملحمي إيبك.
كل ده كان إصدار 2007. لازم أفكركم، إبهار ما بعده إبهار. المرحلة اللي بعدها معامل التفريغ، وزي ما قلت مفيش سمة مصرية اللعبة ما استخدمتهاش. المرحلة دي هتبقى في مصنع، المصانع وعمال المصانع ثيم مصري دقيق قوي، أنا ما تخيلتش إنه يجي في بالهم، ما سابوش حاجة. وطبعا نبص على جرافيكس المصنع وتصميمه، مفيش سمة بيعملوها سل، مفيش حاجة أي كلام أو أشكال عشوائية والعب يا عم وخلصنا، كله متصمم من الواقع بأدق التفاصيل. أنا مش متخيل إن شركة ستارت اب مصرية عرفت تعمل كل ده وتحت الظروف دي وفي أوائل التكنولوجيا خالص. وطبعا ما نبقاش مصريين من غير التجنيد، واكيد دي حاجه مش هتفوت على الناس اللي ما سابتش هفوه تعدي من الثقافه الا ويحطوها. المرحله الثامنه هتبقى في معسكر تدريب جيش، ولما يعبر المعسكر ويخش بعده يلاقي المكان اللي كل اللعبه حصلت عشانه، ويوصل للمرحله التاسعه، المرحله اللي من جرأة عرضها وقوتها انا ما صدقتش عينيا منها، مرحله قلعه ولاد ابو دومه. فهم قرروا يخلوا ولاد ابو دومه مش مجرد بلطجيه، بل وحوش بشريه، اشخاص بشعه. قلعتهم لما تدخلها كأنك دخلت نهاية العالم برجلك. اختيار الثيم انه يبقى ابوكاليبتيك او زي ما قلت نهاية العالم اختيار صادم وبشكل ايجابي جدا، لانه يعكس اهتمامهم الغير طبيعي بالسكريبت وتطور الاحداث، والاحداث هتاخدك لحتة مرعبة مش مجرد كلام. بص بنفسك، الاختيار ده من اشجع الاختيارات اللي عملوها. دي اول لعبة ليهم، دي اول لعبة لينا كلنا. انك تعمل مرحلة بالتفاصيل دي محتاجة شجاعة لا توصف، وبصراحة اللعبة خدت منحنى جاد جدا يخليك محتاج تخلص الليفل ده بأي شكل وبأسرع طريقة ممكنة، تحسه هم ولازم ينزاح. في آخر المرحلة بتقابل أبو دومة نفسه وتقول له يقابلك هو ورجالته في معركة أخيرة، والمعركة دي هيبقى معاك فيها الفلاحين والعمال قصاد أبو دومة والغفر بتوعه. وبعد ما تخلص المرحلة المرعبة دي الكات سين بيبقى مخيف أكتر بكتير من المرحلة نفسها، فيلم رعب صغير. المعركة الأخيرة هتبقى في المكان الوحيد في مصر اللي لسه ما رحناهوش، استاد القاهرة. فرقة ضد فرقة، أبو دومة وغفره وأبو حديد والفلاحين والعمال. اكسب تحرق القلعة وتقفل اللعبة. في السياق اللي كلنا عرفناه، بالامكانيات اللي كانت متاحه، بكل التحديات اللي واجهتهم، الجيم بلاي اسطوري. ومش بس كده، اللعبه كان فيها اونلاين، تقدر تستخدم اي ماب من العشرة عشان تلعب مع اصحابك باسلحه ابو حديد. لعبه متكامله، اخلاص للوعد الاصلي، لعبه مصريه 100%، اخلاص للطموح الاصلي، لعبه محترفه بادق التفاصيل. وبرغم كل الظروف والمعاناه والسجاده اللي اتسحبت من تحت رجلهم في اخر لحظه، ابو حديد حلمه واتحقق. بس الواقع بيفوقك من أي حلم، ما نقدرش نقول اللعبة فشلت. اللعبة كانت ليها رعاة وإعلانات وباعت نسخ محترمة، معناش الأرقام اللي تقول لنا اللعبة عملت إيه تجاريا بالظبط، ولكن الأكيد أكيد اللعبة ما عملتش ربع اللي كان يطمح ليه شباب الخيال. في أول الفيديو قلت لك نص الحقيقة، إن الألعاب كانت جزء من ثقافة مصر، ولكن في حاجة ما كانتش في ثقافتنا تماما، وهي شراء الألعاب اللي احنا بنلعبها دي. في الوقت ده المنتديات كانت هي الإنترنت، اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في فيديو إنترنت زمان الجزء الثاني. المنتديات كانت صرح كبير، أولويته توفير كل حاجة مجانا، ومجانا دي تشمل الحاجات اللي المفروض بفلوس، يعني قرصنة. ودي الطريقة اللي كنا بنلعب بيها أي لعبة تتخيلها، نسخة بكراك ونزل اللي النت بتاعك يشيله. أحب أحكي لك تجربة شخصية. لما أنا جبت نسختي من أبو حديد، اللي حواليا كانوا بيسألوني أنت ليه بتضيع 50 جنيه بحالهم وهي هتنزل بعد أسبوع في المنتديات؟ للعلم الناس ما كانتش بتعمل كده شر، هو حرفيا قلة وعي بتأثير القرصنة وعلى حجم تعب الشباب بتوعنا، كأن الأرباح بتيجي من الهوا مجرد ما اللعبة تنزل. محدش فعلا كان بيفكر تأثير كل القرصنة دي ايه، وكمان ان الهدف جه في مرمانة، لانك ممكن ما تهتمش وتموت ضميرك مع استوديو امريكاني ارباحه بالمليار دولار، بس ده ما كانش ينفع يحصل مع شركة خيال بأي شكل من الاشكال. وللأسف اللعبة اتضربت على كل المنتديات، وده ضرب المبيعات في مقتل. تاني حاجة، اللعبة كان فيها بعض المشاكل في الكومباتيبيليتي، مش اي حد اشترى اللعبة اشتغلت معاه او اشتغلت للآخر، في ناس لبست في السي دي وما اشتغلش على جهازها. واخيرا والأهم، عدم الثقة. لعبة مصرية وب50 جنيه، يعني ايه ادفع 50 جنيه عشان العب لعبة اكيد هتبقى اي كلام؟ هو احنا بتوع العاب؟ هو احنا نعرف نعمل زيهم؟ يا نهار اسود، دول سابقنا بكتير قوي.
ومش بس كده، ابتدت مقارنات على المنتديات ما بين اللعبة ولعب أجنبية تكلفتها عشرات ملايين الدولارات، حاجة غير منطقية وتخلي العقل يشت. مفيش حاجة توصف اللي حصل غير تعليق يرجع ل 10 ديسمبر 2007 على البلوج الرسمي بتاع اللعبة. التعليق من مجرد زائر في المنتدى بيقول: دي ولادة صناعة، يا نحييها وندفعها لقدام ونرفع بيها مستوى معيشتنا من مبرمجين ومصممين ورسامين وغيرهم كتير، يا إما نقعد نقول والله هينضفونا. والله هينضفونا. وللأسف من الواضح جدا احنا أخدنا أنهي طريق. قلت لكم والله هينضفونا. الأكيد واللي عرفناه عن الشباب دول إن طموحهم قادر يوصلهم للليفل اللي كانوا بيتقارنوا بيه لو اديناهم فرصة. قادرين على المنافسة طبعا، مفيش أي مشكلة، بس الفكرة أنت لازم تاخدها خطوة خطوة. ولكن ده ما حصلش. اللعبة خدت وقتها، في ناس حبتها جدا جدا، عملت قاعدة جماهيرية صغيرة للاعبين اللي واخدين اللعبة بجدية، بالأخص الأونلاين. ولكن مع الأيام اللعبة تتنسي تماما كأنها ما جاتش، وتبقى abandonware أو ما يسمى بالألعاب المهجورة، عشان تبقى لعبة أبو حديد من أكبر ضحايا الظروف، سوء التقدير وثقافة القرصنة. أبو حديد أو بوحة قصة شباب مصريين طموحهم خلاهم ما يشوفوش أي حدود للي ممكن يوصلوا له، وعدونا بلعبة، وعدونا بأفضل ما عندهم، وأوفوا على أكمل وجه. كان نفسي نآمن بموهبتهم بنفس القدر اللي هم آمنوا بيه بالسوق المصري، وكان نفسي نصدق فيهم بقدر طموحهم الكبير بإحداث تأثير تاريخي وتقديم مصر لصناعة مليارية عالمية. ليه لا؟ ليه ما ده ما يجيبناش دخل من بره وما يجيبناش فلوس من بره؟ ممكن. ولكن بالتأكيد محدش قصد إخماد لهيب الطموح، ولكن الظروف والثقافة والعوامل المحيطة ما ساعدتش على أفضل ناتج. كل اللي نقدر نعمله نخلد ذكرى عمل مصري صميم بقصة شباب لا يجب أن ننساهم أبدا. شكرا شباب الخيال، ونتمنى لكم حياة عملية وشخصية رائعة، فالقدر ده من الإبداع لا يمكن إخفاق يوقفه مهما كان كبير. نتمنى لكم كل خير، ونتمنى أن المشاهدين يكونوا اتبسطوا برحلة على قد حزنها على قد إلهامها. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن ده الدعم الوحيد لينا إننا نستمر ونكمل. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي أحلى. أراكم على خير.